وضع الفريقين قبل المواجهة. ريال مدريد لعب 24 مباراة، المركز الأول 60 نقطة. أوساسونا لعب 24 مباراة، المركز العاشر 30 نقطة. الفارق كبير على مستوى النقاط والترتيب، لكن اللعب في السدار دائما بيكون صعب، لأن أوساسونا معروف بقوته البدنية وضغطه العالي على ملعبه. وايت، التحليل الفني لريال مدريد. جلافز، التشكيل حسب اختيارك. حراسة المرمى تيبو كورتوا. الدفاع ترينت ألكساندر أرنولد، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، ألفارو كاريراس. الوسط أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينجا. أمامهم فيدريكو فالفيردي، آردا غولر، فينيسيوس جونيور. الهجوم كيليان مبابي. بيتس، طريقة اللعب المتوقعة. ريال مدريد هيبدأ غالباً ب4-2-3-1 تتحول ل4-3-3 وقت الاستحواذ. ترينت هيكون سلاح مهم جداً بالعرضيات والتمريرات الطولية خلف دفاع أوساسونا. تشواميني هيكون ميزان الوسط دفاعياً. كامافينجا هيضيف التحرك وكسر الضغط. آردا غولر هو مفتاح صناعة اللعب بين الخطوط. فينيسيوس زائد مبابي سرعة رهيبة في التحول الهجومي. داتس، ريال هيعتمد على السرعة في التحولات، اللعب خلف دفاع أوساسونا، التسديد من خارج المنطقة لو الدفاع متكتل. ريد، التشكيل المتوقع لأوساسونا. حراسة المرمى سيرجيو هيريرا. الدفاع خيسوس أريسو، دافيد غارفيا، أوناي غارفيا، خوان كروز. الوسط لوكاس تورو، جون مونكايولا، أيمار أوروز. الأطراف روبن غارفيا، مويسيس غوميز. الهجوم أنتي بوديمير. بيتس، أسلوب أوساسونا 4-3-3 تتحول أحياناً ل4-5-1 دفاعياً. ضغط بدني قوي، لعب مباشر على بوديمير، استغلال الكرات الثابتة. أوساسونا هيحاول يقفل العمق أمام مبابي، يمنع فينيسيوس من المساحات، يستغل العرضيات والكرات الثانية. فاير، مفاتيح المباراة. 1. صراع الأطراف. فينيسيوس ضد أريسو، مواجهة حاسمة. لو فينيسيوس كسب المواجهة، المباراة هتميل لريال. 2. الكرات الثابتة. أوساسونا خطير جدا فيها، خصوصا بوجود دافيد غارثيا. 3. الضغط على غولر. لو أوساسونا نجح يعزل غولر، هيقلل خطورة ريال الهجومية. بارس، سيناريو المباراة المتوقع. ريال مدريد هيستحوذ بنسبة أكبر، لكن مش هيلاغي مساحات بسهولة. أوساسونا هيعتمد على المرتدات والالتحامات القوية. لو ريال سجل بدري، المباراة هتفتح. لو تأخر الهدف، الضغط الجماهيري في السدار ممكن يعقد الأمور. داتس، التوقع الفني.